طبعا يا جماعه بعد وشات بعمل فيها المقلب، قررنا نعمل فمين ده مجوز في الواحات. تمام، عايزك تراوغ عليه. بس انا ماليش دعوه يا مين. انا مش مسؤول. يلا بينا يلا بينا. الو، السلام عليكم. عم مين معايا؟ ايوه اتفضل. ازي الحال؟ الله يكرمك. كنت سامع انك عايز انفار. مين انت؟ انا تبع بلمزار. من ايه؟ محمد من عزبة الريد. انت كلمتني قبل كده؟ مين اداك الرقم؟ مين اداك الرقم؟ مين اللي اداك الرقم؟ مين يعني اللي معرفك ولا مين؟ لا مش مين والله، ما مين اللي اعطاني الرقم. اما اقول لك مين اللي مكلمك؟ والله ما مينا، مش مينا والله، ده واحد. مين انا بقول لك مين اللي مكلمك؟ كيف يعني مين اللي انا مش بخاصم حد يا اخي لا، مين اللي قال لك على مين اللي كلمك عليا؟ انت تابع مين يعني؟ انا تبع مين؟ انا من بني مزار. انت مش سامعني؟ ايوه من بني مزار. فين في بني مزار؟ او مين عارف مين؟ عارف عزبة الريد ايه؟ انت انا عايز اعرف مين اللي وصلك ليا يعني. انت مين تعرف مين اللي احمد ابو محمد ابو حافظ. احمد ابو محمد ابو حافظ؟ ايوه. ده منين؟ من بني مزار بعين. تمام يا عم، على العموم خير. اتفضل تعالى في اي وقت. طب احنا يعني انا معايا 14 نفر. هاتهم وتعالى يا باشا. بس انا برضه شرطت على احمد شرط. انا قلت له انا باخد 50 جنيه على النفر في اليوم. لا والله هنا ما فيش كده. هو ده في الدنيا كلها ماشي يا عم مين، انت هتقف معانا ليه؟ انا بص صلي على النبي. اسال السلام. انا اديك ال 7000 بتاعت النفر وانت اللي اعمل اللي انت عايزه. 7000؟ طب ما هو حرام عليا، انما لما اخد زياده مش هيبقى حرام عليا. ما هو صلي على النبي. اسال السلام. قسما بالله انا ماليش جنيه من الشركه. انت هتمشي من الشركه؟ لا يا اخي. لا انا بقول لك ماليش جنيه من الشركه. مالكش جميل على الشركه؟ انا ماليش جنيه عند الشركه يعني، فاهم؟ انا باخد راتب. يا عم ربنا ما يجعلها جمايل يا اخي. هي الموضوع مش جمايل، ده موضوع شغل. يا اخي انا بقول لك انا ما باخدش حاجه يعني انا ما باخدش حاجه من العامل ولا من الشركه. انا باخد حوافز وعلى الناس اللي بجيبها بس. ايوه فاهم يعني. هي والله 7000 بناخد 700 بيديك 7000 على اساس اخد ال 100 دي. يعني انت ما تاخدها من الشركه؟ ايوه انا اللي بتديني الشركه بتقدرني كده مثلا كل اخر الشهر. انا الشهر كده خدت. طب ما هي زي ما تقدرك الشركه قدرنا يا حاج جميل برضه، يعني خليك شواف. لما تبدا امورك انت مش اللي في دماغك. انت لو على 50 جنيه على اساس الشهر. والله بص يا عم مين، انا ارتحت لك لله في لله، بس انا عايزك تراعيني. يعني ال 50 جنيه مش حاجه على اليوم. والله ما انا لو في انا هقول لك ماشي، لكن انا ما فيش الكميات دي. طيب يعني انت عايز سن كام؟ انا اديك ال 7000 وانت زي ما تتصرف. ممكن يطلع مني اقل حاجه مني ليك اخر الشهر لو ايه بقى الناس عجبانه في الشغل وهو طيب. هي خلي بالك، هي اهم حاجه الراحه النفسيه. يعني انت مرتاح لي وانا بكلمك ولا انت متضايق مني؟ بالظبط. لحسن تكون زعلان مني انا في حاجه. لا يا اخي ازعل منك ايه؟ انا يعني حاسس انك زعلان كده. لا والله ما زعل ولا اي حاجه يا اخي، ده انا بتكلم معاك عادي. الله يبارك فيك. عجل كيف؟ يعني ايه عجل ايه؟ عجل ايه؟ مش انت بقول انا بكلمك عجل؟ لما اقول لك لما اكلمك لو النفر لو مثلا الناس عجبتني انا بيبقى في تقدير مني انا، لكن صحيح. يعني مش محاسب. يعني عجبتك على اساس شكله يعني ولا مش شكله يا عم؟ انا اتجوز. طب عندنا ذكر بيح عايزين يشغلوا. مين ده؟ محمد؟ شربت المقلب يا صاحبي. شربت المقلب برضه يا صاحبي. ده كلام يا عمي، ده كلام يمين. انا ماليش دعوه يا مان، خلي بالك. حابين نهزر معاك يا صاحبي. يعني نزيع. معلش يا سنين، نزيع يعني. حبيبي يا حاج جميل والله اتشرفنا بيك والله. ماشي حبيبي، ربنا معاك. انتظر الفيديو بتاعك النهارده على ضحك سالم. انتظر الفيديو ده النهارده على قناه ضحك سالم. اوعى تكون زعلت مني. اهم حاجه الراحه النفسيه.